النهارده هعمل معاكم وصفة حلوة قوي للشتاء، وهي الكرنبيط باللحمة المفرومة. بربع كيلو لحمة مفرومة هتعملي احلى صينية كرنبيط، هتاكليها جنب طبق مخلل حلو كده. يلا بينا نشوف الوصفة الرهيبة دي هتبقى معمولة ازاي. اول حاجة هجيب طاسة او حلة، هعمل فيها بس التسبيكة بتاعة الكرنبيط. هنزل فيها معلقتين زيت كده كبار، وعليهم بصلاية كبيرة. واول ما تبدأ تحمر معايا هنزل فيهم بربع اللحمة المفرومة. هحط عليها ملح وفلفل اسود، بس انا ما بحطش اكتر من كده على اللحمه المفرومه عشان احس بطعم اللحمه المفرومه في الاكل. فلو حطيتش كتر بهارات بيغير طعم اللحمه المفرومه خالص. بس وهبدا كده اشوحها تشويحه حلوه، وهنزل عليها بصلصه الطماطم. المقدار بقى اللي بتحبيه في الصلصة مع المقدار بتاع الكرنبيط هو دوت اللي هتوزني بيه الوصفة. ده هنا انا حاطة نص كيلو طماطم، معصير طماطم. هحط بقى رشة ملح ورشة فلفل اسود برضو بسيطة عشان برضو طعم التسبيكة. هسيبهم بقى على النار يتسبكوا معايا كده ويبقوا بالمنظر ده. وهبدأ انزل بالكرنبيط. الكرنبيط دوت انا مقطعاه صغير وسلقاه. وكنت مجففاه في الفريزر، لو لسه جايباه هتسلقيه بس نص سلقه وتبداي تجهزيه كده للوصفه. هتسيبيه بقى على النار يتسبك كده وياخد ويجي مع بعضه كده لغايه لما الكرنبيط يدبل في قلب التسبيكه. وبعد كده هتكوني محضره معايا بقى الطشه، هجيب برضو معلقه زيت صغيره وهنزل بيها بمعلقه توم او الخلطه اللي انا عملتها وريتها لكم في الفيديوهات اللي فاتت. وهبدا انزل بالطشه كده على الكرنبيط، هحطها بقى في صينيه واكون مشغله الفرن وادخلها الفرن. تاخد بس وش كده احمر كده حلو، وهبدا اجهزها. بجد الطعم هيبقى حكايه وهتعجبك قوي. طعمها تحفه. وبجد جربوها جنب طبق مخلل كده، وبألف هنا وشفا. باي باي.